السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. سوف نكمل حديثنا عن الرواية في طنجة بعد محمد شكري، وسوف نخصص هذه الحلقة للحديث عن مرحلة الكتابة. هذه المرحلة التي لابد للإحاطة بها أن نتناول 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي العوامل التي شكلت شخصية شكري الأدبية. النقطة الثانية ويتعلق الأمر كيف اكتشف محمد شكري الكتابة. ثم النقطة الثالثة وهي محمد شكري رائد من رواد القصة القصيرة المغربية قبل أن يصبح رائدا من رواد الرواية العالمية من خلال سيرته الروائية الخبز الحافي. محمد شكري قبل الستينات لم تكن قراءاته إلا لكتاب عرب، ولم يكن له اطلاع على الأدب الأجنبي، فكان كل ما يقرأه هو لكتاب عرب، إلا بعض النصوص الشعرية أو النثرية التي كانت تدرس للأجانب في المرحلة الثانوية. محمد شكري استفاد من الأدب العربي شفافية الأسلوب، واستفاد من الأدب الغربي التقنية، ويقول بأنه أخذ تقنيات القصة القصيرة أو كتابة القصة القصيرة أو كتابة هذا الفن الذي يعتبره الكثير من النقاد بأنه أحد المنابع التي شكلت الرواية أو شكلت ظهور الرواية. محمد شكري أخذ قلنا التقنية من الأصول من الأدب الغربي بعد اطلاعه على الأعمال الغربية. إذن فاطلاعاته في الأدب العربي كما يقول بأنه ليس قارئا جيدا للأدب العربي، فهو قد أخذ أو اطلع على بعض الأعمال من الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي والأدب الأموي والأدب العباسي ثم الأدب الأندلسي وبعض الأدب الحديث من الأدب العربي. ولا يلي بأن محمد شكري بأن قراءته للأدب العربي كان يقرأ بالخصوص لكتاب وشعراء النهضة مثل طه حسين، العقاد، المازني، عبد الرحمن شكري، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، يوسف إدريس وغيرهم من الرواد. وكذلك الشعراء من هذه الفترة، شعراء فترة النهضة كما ذكر مثل عبد الرحمن شكري، أبو شادي، العقاد كان شاعرا قبل أن يصير كاتبا كبيرا، وكذلك محمود طه. بعد ذلك بدأ محمد شكري يقرأ للأجانب من خلال ترجمات من لغات مختلفة إلى الإسبانية أو من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. وكان حينها هناك كما نعرف الكثير من المترجمين الكبار العرب مثل المترجم الكبير عبد الرحمن بدوي، فكان يمزج محمد شكري بين هذه الترجمات سواء المترجمة من الفرنسية أو الإسبانية أو غيرها. وفي خلال هذه الفترة كان محمد شكري في مدرسة المعلم بتطوان، وكان يرتاد أحد المقاهي للاستماع إلى الموسيقى الغربية وخصوصا الموسيقى الإسبانية، حيث كان هناك جهاز يشغل تضع فيه قطعة نقدية ويشغل لك الأسطوانة التي تريد، فكان يختار غالبا الأغاني الإسبانية. وكان يرصد كذلك هذه المقهى المثقفون والرواد من الكتاب والشعراء بمدينة تطوان، لعل أبرزهم محمد العربي الخطابي، مصطفى القوط، المهدي الدليرو، عبد السلام البقالي، محمد الصباغ. محمد الصباغ كان حينها يكتب الشعر ولم يكن بعد قد بدأ بكتابة القصة. كان أحمد عبد السلام البقالي هو من يكتب القصة القصيرة. قلنا ذات يوم بينما هو في هذه المقهى يجلس، فإذا بشخص يدخل إلى هذه المقهى وهو في هندامه الأنيق ويبدو في
أنفة وعزة، وكل من بالمقهى من رواد يحيونه ويحترمونه ويقدمون له التحية. فسأل أحد الشباب التطوانيين عن هذا الشخص وعن شخصية هذا الشخص الذي يحترمه كل هؤلاء الناس، فأجابه هذا الشاب بأن هذا هو الكاتب المغربي الكبير محمد الصباغ. فقال محمد شكري فسأل محمد شكري هذا الشاب وقال له: هل لديه كتابات ولديه كتب منشورة؟ فقال له هذا الشاب: نعم، لهذا الكاتب 4 كتب مشهورة، وهي الورد الجريح، شجرة النار، أنا والقمر، شلال الأسود. 2 كان مترجمان بالإسبانية و2 بالعربية. وفي اليوم التالي اشترى محمد شكري هذه الكتب واطلع عليها، وحينها قال في نفسه محمد شكري: الكتابة الكتابة هي امتياز، تبجح، إذن سأصير كاتبا. وبعدها تعرف محمد شكري على محمد الصباغ وعرض عليه بعضا من أعماله، فقال له محمد الصباغ: أسلوبك لا بأس به، ولكن عليك أن تقرأ كثيرا. فأعطاه لائحة ببعض الكتب فاشتراها محمد شكري وانكب على قراءتها. وبعد ذلك دام المشوار 6 سنوات، يعني من 1960 حتى سنة 1966، ليتوج هذا اللقاء وهذا الاستعداد القرائي لمحمد شكري بنشر أولى قصصه القصيرة في مجلة الأدب البيروتية، وهي القصة المعنونة بالعنف على الشرطة. كان قد نشر قبلها محمد شكري خربشات أو كتابات، كما يقول كتابات إنشائية، نشرت في مجلة في جريدة العلم بتشجيع من بعض الأصدقاء والأدباء المغاربة، وخصوصا الأستاذ عبد الجبار السحيمي ومحمد العرومي السالم وغيرهما. إذن ما نستنتجه بأن خلال فترة ومرحلة الستينات والسبعينات برز 3 فرسان للقصة القصيرة في المغرب، وهم محمد زفزاف من خلال مجموعته القصصية بيوت واطئة، وإدريس الخوري من خلال مجموعته القصصية حزن في الرأس وفي القلب، ومحمد شكري من خلال مجموعته القصصية مجنون الورد. وبعد صدور الخبز الحافي صارت تتردد في الكواليس والمجاميع الأدبية 3 صفات ونعوت لهؤلاء الفرسان ال3: محمد زفزاف الكاتب الكبير، إدريس الخوري الكاتب المغربي، محمد شكري الكاتب العالمي. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة بخصوص عالمية محمد شكري. شكرا وإلى اللقاء.